طبعًا كلنا بنشوف صياح الزملكاوية والبيانات الرسمية اللي بتطلع من نادي الزمالك عشان الحكام ولجنة الحكام وقد إيه هم مظلومين، حتى في الدوري ده حصل كتير جدًا، وأي فشل بيفشلوه على طول بيرموه على الحكام. طب تعالَ النهارده أعرض لك كل المجاملات التحكيمية اللي حصلت للزمالك من أول الدوري لحد وقتنا هذا، لحد ماتش الإسماعيلي. تعالَ نبدأ مع بعض بماتش البنك الأهلي، والكورة اللي قدامكم دي كانت في آخر دقيقة في الماتش، وطبعًا ليها قصة شهيرة، قصة الحكم محمد عادل مع الفار. الكورة دي زي ما أنتم شايفين كده لعيب الزمالك طالع ناطط، كان ناصر منسي على ما أعتقد، وواقف سيد نيمار لاعب البنك الأهلي، فناصر منسي طالع ناطط وفارد رجله وهيعور سيد نيمار، فنيمار يا عيني بيعمل كده عشان يتفادى الفاول ويتفادى الإصابة، ووقع عليه ناصر منسي، فالراجل وقع في الأرض، فهو بيقع في الأرض راحت الكورة خبطت في إيده غصبٍ عنه، والكورة أصلًا يعني مش معاه. فالحكم حسبها ضربة جزاء للزمالك في آخر دقيقة، والزمالك كسب بضربة الجزاء دي. طيب يا كابتن في إيه تاني؟ تعالَ معايا وماتش سموحة، ماتش سموحة ده بقى كوارث يا برنس، كوارث بالمعنى الحرفي لكوارث. وأول كورة اللي قدامكم دي بتاعت إسلام جابر وعمر جابر، شوف التدخل بتاع عمر جابر عامل إزاي على الأنكل بتاع إسلام جابر، الراجل تقريبًا كان عايز يجيب له كسر مضاعف، كان مخنوق منه، كان بينهم حاجة وهُم مع بعض في الزمالك لسه. تدخُّل غريب وعجيب، والحكم ما طردش، والحكم كان طارق مجدي، الحكم بتاع امبارح بتاع ماتش الإسماعيلي، اللي هاجيب لكم الحالات الغريبة اللي هو عملها. مش ده بس اللي حصل في ماتش سموحة، لا، 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 لأ. تعالَ اتفرّج معايا كده في ماتش سموحة برضه، والجون الأوفسايد اللي كسب بيه الزمالك ده، ده الجون التاني لنادي الزمالك أوفسايد رسمي على مصطفى شلبي، والجون جه واتحسب رغم وجود الVAR، وفي وجود الVAR الجون ده اتحسب لنادي الزمالك جون عادي رسمي وهو أوفسايد مليون في المِيّة. زي ما أنت عايز تقول قُل. هل كده الموضوع خلص خلاص وخلصنا على ماتش سموحة والبنك الأهلي بس؟ لأ، أقسم بالله ما حصل. تعالَ معايا وماتش سيراميكا كيلوباترا. ماتش سيراميكا تعالَ شوف الكوع كده اللي ادّاه حسام عبد المجيد ليه زلاكة، اتفرّج كده على الكوع، ادّى له حتّة كوع مَلّه، الحكم ما حسبش حاجة وما طردش حسام عبد المجيد، رغم إنه ضرب من غير كورة وضرب بالكوع وكارت أحمر واضح وصريح والحكم ما حسبش حاجة. طب حصل ده بس؟ لأ، تعالَ شوف كده أمين عمر في نفس الماتش ودونجا بيشده من التيشيرت ازاي، اتفرج كده دونجا بيشده ازاي من التيشيرت. فاكرين وليد سليمان لما شد حكم كده قبل كده كان اسمه حاجه شريف رشوان تقريبا او حاجه كده؟ فاكرين ايه اللي حصل مع وليد سليمان ساعتها؟ ايوه، اتذبح دونجا ولا اي حاجه، ولعب الماتش اللي بعديه عادي ولا اخد انذار حتى، والدنيا سلنكتيه يا باشا، ده دونجا يا باشا، في احتواء، يعني الموضوع فيه احتواء مع بعضيهم كده لبعض. هل الموضوع خلص هنا؟ لا برضه والله ابدا. ماتش حرس الحدود ودونجا برضه، شايفين الكره اللي جت في ايده دي ضربه جزاء رسمي وبرضه ما اتحسبتش وعدت عادي يا باشا عادي. احتواء لنادي الزمالك. انتوا عديتوا معايا كام نقطه كده لحد دلوقتي؟ انا بكلمك لحد دلوقتي في 15 نقطة اهو، ولسه البقية تأتي. تعالى معايا، عايز تاني؟ تعالى في تاني، في تاني وفي كتير. ماتش بيراميدز الونش ضربة جزاء رسمي اهي، ضربة جزاء رسمي ما اتحسبتش، رغم كده اخدوا ثلاثة كده كده، بس ضربة جزاء رسمي زي ما انت شايف اهو وما اتحسبتش. في تاني يا كابتن. تعالى ماتش الاسماعيلي امبارح، كرة بنتايج على محمد حسن دي طرد رسمي وبرضه ما اتحسبش، والراجل ما خدش انذار حتى. محمد حسن جاله وتر اكيلس والراجل ما خدش انذار. وفي الشوط الاول نفس الكوره من محمد السيد على مدافع الاسماعيلي والراجل برضه ما اتطردش. زي ما انت شايف كده، شايف التدخل العنيف، كارت احمر وش، ما فيهاش نقاش. كل الناس قالت كارت احمر، كل الحكام واي حد بيحب الكوره او بيتابع كوره. والغريب في الامر ان هو الحكم طارق مجدي بتاع الاحتواء، هو كان حكم ماتش سموحه وهو الحكم بتاع ماتش الاسماعيلي امبارح. ده كله احتواء لنادي الزمالك. تعالى في ماتش الجونه كمان، شوف الكره دي كده بتاعت ناصر منسي، شوف الكره دي كده كان ناصر منسي معاه انذار، شوف التدخل على الحارس عامل ازاي. انذار تاني وكارت احمر، الحكم برضه ما شافش، معلش اصل ده احتواء نادي الزمالك. تعال شوف الكرة دي كانت اتحسبت اوفسايد على نادي الجونه. تخيل ان الكرة اللي قدامك دي اتحسبت اوفسايد على نادي الجونه، يعني الشر، عارف انت، ضحك السنين، اقسم بالله ضحك السنين. تخيل كل الحالات اللي انا جايبها لك دي في دوري واحد في 10 جولات ولا 11 جوله ولا 12 جوله، كل الحالات دي في عدد ماتشات قليل كده، كل الحالات دي على نادي او لصالح نادي هو بيقول انا مظلوم من الحكام ومن منظومه التحكيم ومن منظومه الكره في مصر.
لحد امتى هيفضل نادي الزمالك وجمهوره كده؟ لحد امتى هيفضلوا يعلقوا فشلهم على التحكيم والحكام والمظلوميه والحاجات دي، وهم اكتر ناس بتستفاد؟ عجبني جدا النهارده بيان النادي الاهلي اللي طلع بيان ان هو هيلعب ماتش القمه بحكام اجانب، وانه لازم خبير تحكيم اجنبي اللي هم طفشوه برده وكانوا سبب فيه، لانه كان بيدي لكل واحد حقه لبقيه الدوري، وده الصح وده اللي لازم يحصل. والنهارده كنا بنعد لهم كده بس الحالات اللي في الدوري ده بس اللي اخدوها وكانت لصالحهم، رغم ان احنا لعبنا عدد جولات قليل جدا، عدد جولات مش كبير. حبينا نمسي على الزملكاويه بعدد الحالات بتاعتهم، نقول لهم كفايه صياح، كفايه عياط، انتوا مش مظلومين، بل بالعكس انتوا اكتر ناس بتستفيد من الحكام ومن احتواء الحكام، وده كلنا شايفينه وكلنا بنشوفه. تنساش تعمل فولو وشير على اوسع نطاق، ومنشن لصاحبك الزملكاوي، ولايك لايك لايك عشان الفيديو يوصل للناس كلها ويطلع ترند ان شاء الله الاسبوع ده، سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك. وبس كده، سلام.